عسلامة ومرحبا بكم. واليوم باش نعملوا مع بعضنا عصبان الدجاج. شنو خذينا؟ قطعنا 5 ورقات سلق، وخذينا ربطة معدنوس، وخذينا قطة باهية بصل اخضر قصيناه، يعني قد ما تحط البصل راهو باهي البصل به. خذينا شوية دجاج قصيناه كيما تراهو كيكة، حطينا عليه شوية بسباس. باش ناخذوا لفاحات، ناش متكونين لفاحات: فلفل الاحمر، كرويه، فلفل اكحل، فلفل مهروش، وهذايا حبق ونعناع. به شنو تقول لي هذايا؟ نقول لك هذايا انا ما عنديش مثلا روزه نمسالش، بدلوا حتى بشرب لسان عصفور. به تو هذا كلش نحطوه عك الخليط هذاك بتاع السلق. باش نصبوا عليه شويه زيت كيما ترى هكا به، ونخلطوه كل مع بعض. هذا هو القوام توا نتاع الخليط نتاعنا كيما تراو كيكه. نصلي على النبي، نخلط بالباهي. الا عندك عباد حمص ولا جلبيان يحطهم. باش نستعملوا احنا الرتومه هذوما ورق الكرومب. فما اللي يستعمل السلق، فما اللي يستعمل ورق الكرومب. ورق السلق صعاب صراحه، اما ورق الكرومب سهلين كيما تراوها، يعني كي الصحفه هما. ناخذوا هكاكا ونحطوا بشويه كيما تراو كيكه مليح مليح، ونحاولوا كيفاش نلماها لين نردها عصيبنا. وناخذوا طاول نلمو بشويه كيما تراو كيكه، نحاولوا نتحكموا فيها. مرلوله ما ننزلوش على الخيط باش نجموا كيفاش نلماها، وبشويه بشويه نردها عصيبنا. نوريكم العصبانه الاولانيه وبعد كده نكمل البقيه. ما شاء الله تبارك الله. نلفيها مليح مليح بالخيط. قصوا الخيط نتاعنا وناخذوا الطرف الخيط نتاعنا وندوروه من هنا هكاكا بشويه باش ما تتحلش، ونتحكموا فك الخيط هذاك ونزوزوه في الخيوط الكل، وهكاكا نتحصلوا على عصبانتنا. شو تبارك الله عليها، على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذم هم عصيبنات الدجاج متاعنا ما شاء الله وتبارك الله. شي عملناه في وريقات كيما تراو الكرنب، ما عنديش برشا وراق، عملت 3 في الكرنب و3 عملتهم في هذوما تشريهم وتقديهم انتي كالعصبانات. كنت تحب تخيطهم، كنت تحب هنا تحط الخليط متاعك وتلفهم بالخيط وما تخافش عليهم ما شاء الله يطيبوا، وفي نفس الوقت يعني نقصد يدخلوا لهم السقاء من كل مكان خاطر منقبه. كان عجبكم المحتوى متاعنا اليوم وعصباننا هذايا المزيان، ما تنساوش خيطكم تعملوا لي لايك، وما تنساوش تدخلوا على قناتي فضلا ليس امرا، تعملوا لي ابوني اكسبلور، وعيشكم ويخليكم وتعليق مزيان كيفكم، وربي يخليكم ليا. وان شاء الله المره الجايه نطيب لكم كسي بعصبانه دجاج. انتظروني المره الجايه نطيبه لكم باذن الله. تو بسلامه وربي معاكم.